يا جماعة أخباركم إيه؟ ويا رب كلكم تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. النهاردة بقى يوم ماتش مهم أوي، يوم ماتش مصر وكوت ديفوار في دور التمانية في كأس أفريقيا. ماتش صعب، ماتش من الماتشات التقيلة لمنتخبنا والتقيلة لكوت ديفوار برضه. يعني دي النقطة اللي أنا حابب إن إحنا الناس كلها تقتنع بيها وتفهمها. إحنا يا جماعة منتخب كبير، إحنا منتخب كبير، واللي بيلاعبنا بيعمل لنا ألف حساب زي ما احنا بنعمل له ألف حساب، بس احنا نعمل له ألف حساب بالعقل. مش بإن احنا نعيش على الماضي ونقول الدوافع ومش عارف ايه والكلام والحكايات والغنى. الكلام ده ما بياكلش عيش دلوقتي خلاص. هديك شفتوا المغرب والكاميرون، قال لك ان الكاميرون بتكسب المغرب على طول، والعقدة الكاميرونية للمغرب، والمغرب عمرها ما بتعرف تكسب الكاميرون. وي 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 هيمنة 90 دقيقة مغربية على الملعب. خلاص يا جماعة، الجيل ده من اللعيبة بتنسى الكلام ده يعني. خاصة الجيل ده أو الأجيال اللي هي الجديدة ديت يعني. فأما نعيش على التاريخ، نعيش الواقع بتاعنا ونلعب لعبنا الطبيعي. وحابب إن أنا أحط كام خط تحت كلمة لعبنا الطبيعي. الكلام يا جماعة، الدفاع المبالغ فيه ده مش حلو، والله العظيم ما حلو، ومش هينفعك غير لفترة قصيرة. ماتش بنين مع الأسف احنا متعادلين والدنيا صعبة قدام، وفي خمسة واقفين ورا ما بيتحركوش سنتيمتر لقدام. ازاي؟ ازاي ياسر ابراهيم اول ما جاب الجون اول حاجة عمال راح لمروان عطية بيقول له ما تطلعش؟ ازاي؟ الالزام حلو بس مش مبالغ فيه. ما يكونش بنين بتلعب بفيرود عنده في الدرجة الخامسة في فرنسا وعنده 33 سنة ولا 34 سنة، والعب له ثلاثة واقفين في حضنه واتنين ضامين عليهم. ازاي يعني يا جماعة؟ يعني اقنعوني بالحتة دي ازاي، انا مش فاهمها. هلاعب كوت ديفوار، هلعب خمسة ورا، محمد هاني ما بيعديش، ياسر وحسام ورامي لازقين في بعض، فتوح باك شمال هيكون متكتف طبعا لان عنده جبهة قوية جدا يعني. قدامهم اتنين مش هيطلعوا، مروان وحمدي. ايه ده؟ اه نظريا الكلام ده كويس، هندافع وواحدة لصلاح ولا مرموش. بس الكلام ده لو مين؟ الكلام ده لو بنين هي اللي بتلعب كوت ديفوار، مش مصر اللي بتلعب كوت ديفوار. مش مصر اللي بتلعب كوت ديفوار. عندنا مشاكل في خط الدفاع تحديدا، عندنا مشاكل. عندنا بطء، عندنا بطء، انا معترف. لكن مش الحل ان انا اوقف اللعيبه قدام الشناوي. مش الحل، مش الحل خالص ان انا اوقف اللعيبه قدام محمد الشناوي مستني جون يدخل فيا، او ان انا اروح على التحولات السريعه وربنا يكرم صلاح او مرموش. عندك صلاح ومرموش يخلصوا. انت لو اعتمدت على الاتنين دولت قدام تمام، بس ده ريسك. ريسك وفي الاخر هيطلع شكلك مش كويس. يعني ريسك هيطلع في الاخر انت متقطع، ولو انت متقطع تاكد الدور اللي بعديه مش هتفرق. طرق اللعب دي ما بتوصلش لمرحله، ما بتوصلش باللي بيطبقها لمرحله بعيده. سيستم اللعب، سيستم اللعب اما يكون واحد، يكون سيستم ليك، سيستم واحد بس، وتحاول ان انت تبلوره بالشكل اللي الماتش اللي انت هتلعبه محتاجه. هقول لك تمام، طريقة لعب واحدة عندك، لكن انت عايز تهاجم في يعني شكل مختلف، وعايز تدافع في شكل مختلف، لكن الهيكل واحد. لكن احنا لا، احنا بندافع صرف. احنا بنيجي نلعب مثلا ليسوتو، بنلعب بوتسوانا، بنلعب كندا، بنلعب بتمانية مهاجمين قدام. في استاد القاهرة بنلعب تمانية مهاجمين قدام. نيجي نلعب فرقة الكبيرة بنلعب تمانية مدافعين ورا. غلط، غلط، والكلام ده مش هيوصلنا لبعيد. اتمنى كابتن حسام ما يعملش كده، لانها مش مغامرة. ومش يعني على المدى البعيد او على المدى البعيد، يعني على المدى القريب بمرور الوقت هتحس اللعيبة مش هتقتنع بيها، لان احنا مش هويتنا ديت. احنا منتخب معروف عنه تاريخيا، احنا منتخب منضبط، منتخب ملتزم، منتخب حماسي، منتخب بيعرف ياخد الكرة التانية، منتخب بيلتحم قوي، منتخب عنده لعيبة بتلعب بقلبها. احنا ده المعروف عندنا حاليا. لكن المنتخب يقف قدام الجول، لا. لا، ده اللي بيقول كده واللي بيقول مثلا حسن شحاتة كان بيعمل كده او مش عارف مين كان بيعمل كده، لا مش بالشكل ده ابدا.
أو أنا مش باقول إن الماتش اتلعب أو ده اللي هيحصل يعني، لأ أنا باتكلم على يعني المعطيات اللي عندنا قبل الماتش يعني، مش بالشكل ده ال 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 الأداء اللي إحنا ممكن أو الطريقة اللي إحنا ممكن نلعبها. فيما يتعلق بالتوقعات فأتمناها مصرية، والله أتوقع برضه عادي يعني، أتوقع مصر لو لعبنا طبيعي، لإن إحنا مش هنلاعب مين؟ يعني مش هنلاعب فرنسا مثلًا، مش هنلاعب فرنسا مثلًا، مش هنلاعب البرازيل ولا حاجة، واقفين قدام جولنا يعني، ولو هنلاعبهم والله برضه فريق فيه صلاح وفيه مرموش، فيه مصطفى محمد، واحد من أبرز مهاجمين الدوري الفرنسي لغاية فترة قريبة، في أبرز لعيبة في أفريقيا كلها معاك، تريزيجيه وزيزو وإمام عاشور، ما ينفعش يلعب بالطريقة دي، فربنا يسهلها النهاردة وإن شاء الله نفرح كلنا في آخر اليوم. طيب الحاجة التانية اللي معانا بقى، نخرج بقى من أجواء بطولة أفريقيا وندخل على كاس الخليج. كان في كلام إن الاتحاد الخليجي هيدعو منتخبات من شمال أفريقيا، مصر، المغرب، الجزائر، إن هو يشاركوا في البطولة، وهيدعو برضه الأردن إن هو يشارك في البطولة عشان يقوي يعني كاس الخليج والكلام ده. سألت حد في اتحاد الكورة عن البطولة، عن الكلام ده حقيقي والّا لأ، قال لي إحنا ما جالناش حاجة، ما استقبلناش أي حاجة رسمية في الموضوع ده، ولمّا هتيجي لنا الحاجة الرسمية هنبُص على حاجتين مهمين جدًا. أول حاجة هنبُص على ميعاد البطولة إمتى، وهنشارك فيها إزاي، و والشكل بتاعنا هيكون عامل إزاي، لإن فكرة إن إحنا نشارك بطريقة زي اللي حصل في كأس العرب ده خلاص مرفوض، مرفوض رياضيًا، مرفوض حكوميًا، يعني مرفوض من اتحاد الكرة المصري ومرفوض من وزارة الشباب والرياضة، خلاص. ففكرة إن إحنا نعيد الخطأ ده تاني لأ، فلو في بطولة خارج الارتباطات الأفريقية هنشارك فيها هنشارك فيها بشكلنا الطبيعي يعني. فالاتحاد هينتظر إن هييجي له خطاب رسمي، وييجي له طلب رسمي، وييجي له تفاصيل رسمية متعلقة بالبطولة، ويشوف ميعادها إيه عشان يناقش ميعادها مع رابطة الأندية وجدول الدوري أو ارتباطات الأندية المصرية يعني بشكل عام، والناحية التانية نشوف الناحية المادية إيه، نشوف الناحية المادية إيه، لأن الناحية المادية دي طبعًا مهمة ومحرك أساسي في اتخاذ القرارات، مش في مصر بس، أو مش اتحاد الكرة المصري بس، أو في رابطة الأندية بس، في كل العالم. إحنا بنشوف سوبر فريندز بتلعب في الكويت ليه؟ عشان خاطر أكيد فلوس. كل البطولات العالمية ممكن تلاقيها بتيجي الخليج، أو بتروح لهونج كونج، أو بتروح الصين، أو بتروح كلها فلوس business. فبالتالي أنت طالما هتلعبها business يبقى أنت لازم تشوف فلوسك، الفلوس والعائد إيه، فده طبعًا هتبقى حاجة مهمة جدًا في اتخاذ القرار. الحاجة التالتة اللي معانا هو ليه علاقة بمنتخب سوريا. منتخب سوريا جاي يعسكر في مصر هنا، منتخب سوريا الأول جاي يعسكر في مصر في شهر مارس الجاي. المنتخب هدفه إن هو يلاعب مصر ماتش ودي، ومصر مع إيران في المجموعة، فيعني هتكون فكرة كويسة، ولكن المنتخب السوري اصطدم يعني خلاص يعني شبه اتفاق مصري إن هو يلعب دورة في قطر. مش دورة يعني، ماتشات ودية كده، هيلاعب منتخب السعودية وهيلاعب منتخب أسبانيا. هيلاعب منتخب السعودية طبعا عشان ماتش إيران، وهيلاعب أسبانيا كمنتخب أوروبي عشان خاطر ماتش بلجيكا في كأس العالم. فسوريا هتكون موجودة في مصر، لكن للأسف مش هتقدر تلعب مصر. وعلى فكرة فكرة إن سوريا تكون عايزة تلعب مصر دي دايما مطروحة يعني، ولكن ما بيحصلش نصيب يعني. فمنتخب السوري هيعسكر هنا في مصر، أهلا وسهلا بيه في شهر مارس الجاي، ولكن للأسف رغبته بمواجهة منتخب مصر مش هتتنفذ يعني. الحاجة الرابعة بقى نخرج بيها من المنتخبات أو من منتخب واتحاد الكورة، ونتكلم على النادي الأهلي وأمير توفيق مدير التعاقدات السابق في النادي الأهلي. خلّيني أقول لك إن أمير توفيق هو يعني مدير العمليات التجارية، أو يعني position في أهلي جدة ليه علاقة بالناحية التجارية بشكل عام يعني. فبالتالي هو الفترة دي ماسك ملف مهم، هو اللي بيتكلم فيه، مفاوض من أهلي جدة مع الأهلي المصري عشان خاطر ماتشين، الماتش الأول هيكون في الجوهرة، استاد الجوهرة المشعة، ما بين الأهلي وأهلي جدة.
طيب الماتش ده مناسبته إيه؟ ولا ليه أي مناسبة. الماتش دوّة كان في اتفاق إن هو يتلعب في شهر ديسمبر الماضي، ولكن بسبب جدول كاس الرابطة اللي نزل وكاس مصر فما يعني ما تمش الاتفاق عليه نهائيًا، ولكن في فكرة إن الأهلي المصري يلاعب أهلي جدة السعودي في السعودية، ماتش هو تقارب ما بين الناديين، ويعني تأكيد على الأخوة والمحبة، ومن ناحية تانية في أهداف مكاسب مالية كويسة. الأهلي مكاسب مالية من خلال البث التلفزيوني، من خلال الحضور الجماهيري، من خلال آآ مبلغ مالي ممكن يحصل عليه نظير إن هو يشارك في الماتش دوّة قبل ما يلعب يعني. نفس الأهداف ديّة بالنسبة لأهلي جدة، هياخد فلوس من الحضور الجماهيري، في بث تلفزيوني كبير، خاصةً لو الأهلي هيلعب first team. ممكن الماتش ده يتحط له أي كاس بحيث إن هو يعني ياخد صفة رسمية، ولكن الأهلي طبعًا نجوم كبيرة في أفريقيا، الأهلي المصري، الأهلي السعودي نجوم كبيرة، اتكلم بقى يعني في توني ورياض محرز لعيبة كبيرة يعني. فأمير توفيق مسؤول إن هو يتكلم ويتفاوض مع الأهلي في الماتش ده. الماتش التاني هو ماتش اعتزال كابتن خالد الأنيق، نجم الأهلي السعودي السابق ونجم المنتخب السعودي السابق. الماتش ده بقى له فترة كبيرة أوي، يعني من أيام كولر وقبل كولر كمان والله. الأهلي يعني هو الكابتن خالد الأنيق عايز يلاعب الأهلي في ماتش اعتزاله، ومشكور طبعًا على الرغبة ديّة يعني، ولكن يعني لسه بيشوفوا المواعيد المناسبة إيه. مبدئيًا الماتش ده ممكن يتلعب في توقف مارس الجاي، مبدئيًا الماتش ده ممكن يتلعب في توقف مارس الجاي، ده الميعاد المبدئي الموضوع ليه. وممكن ما ياخدش طبعًا، ده ماتش اعتزال يعني، بس يعني ممكن مثلًا تلاقي لعيبة مثلًا مصرية حاليًا بتيشيرت الأهلي ما بيلعبوش في الأهلي، زي أحمد حجازي مثلًا ممكن يلعب بتيشيرت الأهلي. ممكن تلاقي مثلًا لعيبة اعتزلت بتلعب في تيشيرت الأهلي، يعني هو ماتش اعتزال دمه خفيف. اللي هيشارك فيه كاسم، لكن ممكن كفريق الأساسي ممكن ما يكونش مكتمل يعني، أو يعني مش هياخد صفة رسمية، وده طبيعي جدًا طبعًا في ماتشات الاعتزال. لكن الماتش الأساسي هو الماتش الأولاني اللي أنا كلمتكم عليه، وده هيتعمل برضه قريب، نشوف له ميعاد مناسب عشان خاطر يكون كل اللعيبة الدولية، كل نجوم الفرقتين يكونوا موجودين في الماتش ده. انتهى الفيديو بتاع النهارده، وما تنسوش الاشتراك في القناة. يلا سلام عليكم.